ليه لازم تتعلم مبادئ التغذيه في 2026؟ والاهم اكيد ان انت تبقى فاهم جسمك وتوفر فلوس كتير ما تضحكش عليك. اول حاجه انك بعد ما تسمع حوار هرم التغذيه اللي اتقلب ولا تفرق معاك، انك في الاساس برضو عارف انت ماشي على ايه، وان انت اصلا في الاساس كنت صح. تاني حاجه هي الوقايه من الامراض المزمنه، لان مجرد ما تتعلم مبادئ التغذيه انت بتقلل خطر الاصابه بمرض السكر من النوع الثاني وامراض القلب والسرطان، ربنا يعافينا ويعافيكم، ده عن طريق توازن السكر في الدم وتقليل الالتهابات المزمنه. بلس ان ده تقريبا هيوفر لك من 20 30% من مصاريف الادويه المزمنه طول السنه. ثالث حاجه تعزيز المناعه والطاقه بسبب زياده مقاومه العدوى بنسبه من 25 ل 50%، ورفع الطاقه اليوميه من 20 ل 40% للشخص الطبيعي عن طريق الفيتامينات والمعادن اللي هتاخدها بس عن طريق الاكل، بالتالي مفيش ارهاق ولا برد بشكل متكرر. رابع حاجه انقاص الوزن بشكل مستدام لو وزنك زايد، وده مش محتاج اشرح لك ليه. خامس حاجه ممكن ما تجيش على بالك هو تحسين الصحه العقليه والنفسيه عن طريق تقليل الاكتئاب وتحسين الذاكره عن طريق الاوميجا وفيتامين بي، ده غير تقويه العظام والعضلات والحفاظ عليها مع التقدم في العمر، وغير تحسين الهضم والنوم وزياده الحيويه ونضاره البشره والوقايه من سوء التغذيه بشكل يومي بالذات في وقتنا ده. طب اتعلم الكلام ده ازاي؟ عندك طريقتين، الاولى اعمله فول وانا اقول لك الكلام ده بعدين. تاني حاجه انك تبعت لي مسج وانا هبعت لك PDF كتاب كامل في كل الكلام ده. وبعد ده كله ناقصك ايه عشان تعلم تغذيه؟ سلام. قوم يا مهزأ.